لو حابب تتفرج على ملخص اول 4 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. عيسى الوزان لسه شاكك في نصار وخضي ان هما اللي سرقوا الخزنه بتاعته، وعشان الخزنه بتاعته انجليزي فعايف ان مفيش حد في اسكندريه تما هيعرف يفتحها غير 2 بس: خميس عم العتاوله وده ربنا تاب عليه خلاص، ونصار اللي خد الصنعه من عمه، وعشان كده عمل لهم كمين وبعت لهم زبون يطلب منهم انهم يسرقوا خزنه بنفس مواصفات الخزنه بتاعته بالظبط. بس نصار طلع اذكى من عيسى وفهم اللعبة ومرضيش يسرق الخزنة عشان يضحك على عيسى، وعيسى شرب المقلب. بس الخواجة اللي عيسى اتفق معاه انه يشتري التمثال مستعجل، وعيسى مش عارف يتصرف في الحاجة، والخواجة ده زعله وحش، فعشان كده جاب خضي وهدده ان حياة اخوه مقابل الحاجة اللي هو سرقها دي. بس خضي لحد دلوقتي مش عارف هو نصار سرق ايه ولا مخبي عليه ايه، وبرضه عيسى معرفش يوصل لحاجة، فقال يروح لأمهم صوتيا وقال لها لو جبتيلي حاجتي من نصار هديلك 2 مليون جنيه. ساعتها صوتيا راحت لخضي وقالت له تخيل لما عيسى الوزان يدفع مبلغ زي ده مقابل الحاجة اللي خدها نصار، يبقى الحاجة نفسها تساوي كام؟ فخضي قال لها اكيد تساوي 100 مليون. وخضي ما كانش عارف يلاقي الحاجة فين، وراح عند عم خميس اللي دايما نصار بيشيل سيه معاه وقلب شقته حتة حتة، بس برضه ملقاش عنده حاجة، وسأل عمه نصار مخبي الحاجة فين، بس عمه قال له انا حتى لو عايف مش هقولك. ولما خضي فاض بيه الكيل يروح لمديحة عشيقته اللي بيسهر معاها وبيقضي معاها معظم ايامه ولياليه عشان تنسيه الهم اللي هو عايش فيه. ومديحة دي قالت له سيب لنا الحكاية دي يا اخويا وانا هتصرف، وراحت اتعرفت على حنة. ومش بس كده، دي خلتها تيجي تساعدها في الطبيخ في البيت، يمكن تعرف توصل لأي حاجة كده ولا كده، بس برضه معرفتش توصل لحاجة. اما بقى نورة اخت مديحة دي قيفت من عيشة اختها مع خضي ده، وانه عيشتهم كلها حرام في حرام، وقالت لها ان هو ما بيحبهاش، وانه لو بيحبها بصحيح كان اتجوزها من زمان بدل ما هو عايش معاها في الحرام كده. بس مديحة ما سمعتش لاختها، ونورة ما سكتتش وواجهت خضي بالكلام ده وقالت له انت ليه عايز تعيش مع اختي في الضلمة؟ لو ما بتحبهاش ومش هتتجوزها سيبها تعيش حياتها وتتجوز حد تاني بدل العيشة الحرام اللي انتوا عايشينها دي. بس خضي قال لها سيبك من كلام المدايس ده، انا بقى هقولك على الكلام اللي مش موجود في الكتب. مفيش واحدة ست بتعمل حاجة غصب عنها حتى لو مين غصبها، لازم تعمل الحاجة وهي مبسوطة وراضية كمان، واللي انا متأكد منه ان اختك مديحة مبسوطة وراضية كمان. وامشي من قدامي عشان انا بحبك ومش عايز اذيكي، بس انا بقى بكرهها يا خضي وقرفانة منك ومنها كمان. هوب قام خضي اداها بالقلم على وشها وقال لها خش على اوضتك. نروح بقى للمصيبة السوداء اللي اسمها شادية اختهم اللي ما شافتش يوم عدل في حياتها. تخيل انها كانت متجوزة عرفي قبل ما يتكتب كتابها، واللي كانت متجوزة له عرفي ده جالها يوم دخلتها وخلاها تبقى متنكدة بسببه. ومش بس كده، ده فرحها قلب عزا وسويت لانها اتخطفت هي وجوزها، وبعد ما اخواتها يرجعوها بالسلامة هي برضه كانت لسه خايفة لانها عارفة ان سعد جوزها القديم ده مش ناوي يسيبها في حالها وهينط لها كل شوية، ولو حد من اخواتها عرف هيطين عيشتها. وفعلا اللي حسبته لقيته، وسعد نطلها هي وامها وقعد يتكلم معاها وكان ناوي يفضحهم، بس امه كانت عارفه ديته ايه؟ الفلوس، وهي اللي كانت ناويه تتصيف معاه. انما شاديه بقى من ليله دخلتها وهي وعاطف وجوزها زي الاخوات بالظبط، ومش عايزاه يقرب منها خالص، وكل يوم تتحجج له بحجه شكل، لدرجه ان عاطف راح اشتكى لامها عشان تشوف صيفه مع بنتها. قامت البت قطة عملت في عاطف حتة مقلب خلت فضيحته على كل لسان، عملت له عشوة انما ايه مفيش بعد كده، سمك وجمبري وكل حاجة فيها فسفور. وعاطف كان فاكر نفسه هيبقى اسد بس معرفش يعمل حاجة لان الاكل كله كان مليان زيت كافور اللي بيخليه بطة مش اسد. وتاني يوم راح للدكتور والدكتور هو اللي فهمه كل الكلام ده، بس هو خارج من عند الدكتور اهل الحتة كلهم شافوه بقت فضيحته بجلاجل. بس اهل الحتة شافوه ليه بقى؟ ايه اللي وداهم المستشفى في الوقت ده؟ الولية مدينة رفايف كانت تعبانة وعيشة كانت حاجزالها في المستشفى. بس مش دي الحدوتة، ده البت دينا كانت لايفة على ابو عيشة ومقلبة منه فلوس قد كده، واخيها كانت غويشة دهب ب22,000 جنيه. فعيشة عرفت ازاي تاخد منها الفلوس وتبعدها عن سكة ابوها، وقالت لامها ان في دكتور انجليزي جاي من بره وهيعمل لك عملية تكلفتها 22,000 جنيه. وقالت لدينا امك هتبقى كويسة لو بعدتي عن ابويا. عيشة بقى كانت مجنونة بنصار ونفسها ترجع له، لدرجة انها حطت له حاجات تحت مخدته عشان ترجع له واتحايلت عليه قد كده. بس نصار كان خلاص زهق من صوتها العالي ونكدها في الرايحة والجاية،
فقامت راحت لصوتيا امه تشوف لها حل. وصوتيا قامت عملت خطه كده انها هتعمل اشاعه ان الواد سبتي هيتجوز عيشه، وساعتها نصاي مش هيرضى ان واحد يرضي سجون يربي ابنه وهيرجع لعيشه، وده اللي كانت فاكياه هيحصل صوتيا وعيشه. بس اللي حصل ان النصاي راح علم على الواد سبتي ده وقال له اوعى تقرب ناحيه عيشه ابدا. ومش بس كده، ده راح لعيشه وقال لها انا هسيبك تتجوزي ماشي، انما تتجوزي الراجل اللي على مزاجي اللي يعرف يربي ابني ويصونه في غيابي. مين تاني بقى ولع لما سمع اشاعه جواز عيشه ده؟ المعلم عيسى الوزان، ما هو بيحب عيشه ويتمنى انه يتجوزها، وفضل وراها من يوم ما اتطلقت بس هي اللي مش راضيه. ولما عرف النميه اللي كانت عايزه تعملها عيشه قام راح لها هو بنفسه وطلب ايديها وقال لها لو عايزه تغيظي نصاي مش هتلاقي حد احسن مني تغيظيه بيه، وفي الاخر برضه محدش هيتجوزك غيري. خدي بقى كان عايز نصاي يبعد عن البت حنه دي، فقعد يلعب في دماغه وقال له دي بنتي ماشيها بطال ومش عارف ايه، وقعد يقول له كلام قد كده كرهه فيها لحد اما البت اعترفت له بكل حاجه، وبانها هي اللي خلصت على الراجل اللي اسمه فرج جوز امها ده. ومش بس كده، دي قالت له انها بتحبه كمان، ونصاي كان فرحان بيها جدا وكان نفسه يتجوزها النهارده قبل بكره، بس هي اللي عايزاه يتوب الاول عشان ما تبقاش قلقانه عليه على طول كده. اما بقى شاديه اختهم نيلتها سودا راحت للواد سعد بيجليها عشان تديله فلوس عشان يحل عنها، وراحت له بيته وادت له 30,000 جنيه. بس سعد قال لها دول ما يعملوش حاجه في الزمن ده، وبعدين انت عارفه بمكالمه مني اقلب عليك الدنيا واحبسك كمان، انت على ذمه ياجلين، ده غير اخواتك لما يعرفوا. قالت له يعني انت عايز ايه يا سعد؟ قال لها انت مراتي ووحشاني وعايزك دلوقتي، وبرغم انها ما كانتش موافقه بس ما كانتش قادره تقاومه. امها بقى لما عرفت باللي هي عملته اديتها على انما ايه، وعاطف جوزها هو اللي دخل يحوش عنها، وكان فاكر ان امها قال ايه بتضربها عشان متمنعه عنه، ما يعرفش ان مراته وحماته مغفلينه اصلا. خدي بقى خلاص هيتجنن، ما بقاش عارف يعمل ايه مع اخونا الصاي، ونفسه يعرف ايه اللي مخبيه ومخلي عيسى الوزان هيموت عليه كده، ومستعد انه يدفع مقابل 2 مليون جنيه. فجاله فكره انه يولع في شقه نصاي، وساعتها نصاي هيجي على الشقه يطلع الحاجه اللي فيها، وفعلا جاب جاز وقام يميه في الشقه. ومش بس كده، ده قام فتح انبوبه الغاز عشان الشقه كلها تولع، وقام نط من البلكونه وراح قعد مع نصاي ولا كأن في حاجه، لحد اما سمعوا صوت قنبله انفجرت، والناس كلها جيت على شقه نصاي، وعيشه قالت له الحق ابنك فوق. فدخل نصاي عشان ينقذ ابنه، وخدي ما بقاش عارف يعمل ايه، فدخل هو كمان عشان يساعد اخوه وابنه، وفعلا قدروا ينقذوا الواد. بس نصاي جه في دماغه ان عيسى الوزان هو اللي عمل كده، وقام راح له مكانه وعلم على كل رجالته، ودخل له وحط المطوه على رقبته كمان، وقال له يا ابني لا يا عيسى. فعيسى حلف له 100 يمين انه ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه، وانه عمره ما يدخل العيال في مواضيع الكبار. فنصاي سابه وراح يطمن على ابنه. الدكتور بقى قال لعيشه ان ابنها عنده فقر دم منجلي لما عملوا له التحاليل، وكان مستغرب ان امه ممرضه ومش عارفه ان ابنها عنده المرض ده، خصوصا ان المرض ده وراثي، يعني لازم يكون ابوه او امه عندهم نفس المرض، وطلب منها ان الواد يتعالج في اسرع وقت، وهي وابوها لازم يعملوا تحاليل عشان يشوف مين اللي عنده المرض. نصاي ابو الواد بقى طلع بيلعب على كبير قوي، كبير طلع حته القصايه اللي سايقها دي واخدها ومخبيها بالقصد عشان ينتقم من عيسى الوزان. ما هو اصل عيسى الوزان كان هو السبب في ان نصاي يتحبس 5 سنين، ونصاي كان متفق مع مرات الدخاخني انه هيديها حته الاثار لما الخواجه يخلص على عيسى الوزان. وبعد كده نصاي بياخد ابنه ويوديه لجده خميس، وبيخليه يقابل حنه كمان، وساعتها حنه بتقول له ربنا يخليهولك، بس انت ما سالتش نفسك ابنك لما يكبر ويسالك انت بتشتغل ايه هتيض وتقول له ايه؟ في نفس اليوم ده نصاي وخدي والشله كان عندهم طلعه، والطلعه تمت بنجاح وسيئوا الخزنه باللي فيه. بس وهم جايين يهربوا واحد من الامن شافهم وضرب عليهم طلقه جت في الواد خيطوشه صاحب نصاي، والواد كان بينزف لحد ما كان هيموت خلاص. فنصاي قال لخدي يطلع على اقرب مستشفى. خدي قال له مستشفى ايه؟ هتودينا كلنا في داهيه، احنا هنطلع على المكنه بتاعتنا ونتصل بالدكتور يجيله. بس الواد ما كانش قادر يستحمل وكان لازم يروح المستشفى عشان يلحقوه، وقال لنصاي ابني ومراتي امانه في رقبتك يا صاحبي، انا عطشان عايز بق ميه. فطلع نصاي يجيب له بق ميه، قام خدي واللي معاه خلصوا على خيطوشه عشان ما يلبسهمش تهمه. بيخلص الفيديو على كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعمل كومنت عشان ابطل.